حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجو ساقع طبعا زي ما احنا عارفين، قلنا نعمل حاجة ايه تدفي الأولاد. فعملنا ايه؟ شعرية بلبن. اتفرجي معايا وشوفي احنا عملنا ايه. وكمان هيعجبك الفيديو قوي، حط اللايك واشتركي معايا في القناة وقولي لي رأيك ايه. بصي بقى يا ست الكل، انا هنا عملت اضافة في الشعرية باللبن. كملي معايا كده وشوفي. بص شكلها عامل ازاي، تحفة وطعمها جميل جدا. ودي بقى الأكلات الشتوية اللي هي بتدفي. بص شكلها عامل ازاي. تابع معايا وشوفي احنا عملنا ايه. حط اللايك يلا واشتركي معايا في القناة وقولي رأيك. تعالي بقى نخش على الطريقة. أول حاجة أنا بجيب حلة وحطي فيها معلقة صغيرة من السمنة، أي نوع سمنة. وكمان هننزل عليها بالشعرية، الكمية اللي انت عايزاها. فانا كده حطيت ايه الشعرية، نحمرها نديها لون حلو، ما تغمقيش اللون. زي ما انت شايفة معايا كده. واللبن معايا كان على النار غلي معايا وسايباه يهدى شوية. هنقلب فيها باستمرار كده عشان ما تتحرقش معايا ونديها لون حلو. وهقولك بقى نسويها ازاي. اولا بصوا اللون معايا هو زي ما انت شايفة كده، لونها جميل. هنحط ايه دلوقتي؟ مش هنحط اللبن، هنحط مية. ليه بقى؟ لو احنا نزلنا باللبن دلوقتي مش هتستوي معانا كويس وهيبقى ناشف، مش حلو معانا. فهننزل بيه الاول المية، كوباية مية كده على حسب الكمية اللي انت عاملاها. هتحط مية هتكون مغطياها بحتة صغيرة، وهنسيبها. اول ما هتغلي معايا هنهدي النار ونسيبها، هتلاقيها اتشربت معانا ودخلت في السوا. ده اللبن معايا بوريكي ان انا لسه غلياه. زي ما انت شايفة كده. انا هنا بص الشعرية بدأت ان هي تغلي معايا. اعمل ايه بقى؟ هغطيها وهدي النار شوية علشان تاخد راحتها كده. ايه اتشربت خالص المية اللي انا حطاها. انا حاطه مية بس محطتش اي حاجة تانية. بصي شكلها عامل ازاي كده. خلاص داخلة في السوا. هننزل عليها بايه بقى دلوقتي؟ هننزل عليها باللبن. انا مش هقدر اقولك كميات لاني على حسب ما انت هتعملي. وهي اصلا الوصفة دي بتحب اللبن كتير، ملهاش كمية معينة. هنحط اللبن زي ما انت شايفة كده. وهنعمل ايه تاني؟ هنحط السكر اللي انت عايزاه. بص شكلها تحفة ازاي معايا. هنحط كمية السكر اللي انت حبيها على حسب ايه ذوقك. هنا بقى انا عملت اضافة. ايه هي الاضافة؟ حطيت فيها جوز هند، طعمها بيبقى تحفة. حطيه جواها كده يغلي معاها الغلوتين الاخر، طعمها بيبقى جميل جدا. زي ما انت شايفة كده. هنسيبها بقى على النار تغلي معايا غلوتين، ما تخليهاش تستوي سوا كامل علشان ما تشربش اللبن كله. السر في ايه بقى؟ ان انت تسويها تكون فاضلها مثلا 5 دقايق على السوا. لا اطفي عليها، غطي عليها بقى الغطا وسيبيها ال5 دقايق. انا كده بقولك ان انا حطيت لها كيس فانيليا. آه وسيبيها تستوي مع نفسها الحتة الأخيرة ديت، وتبقى لسه مشربتش اللبن كله ويبقى فيها لبن. فما تسويهاش سوا كامل، غطيها وسيبيها قبل الغرف.
بس كده انا كده خلصت الوصفة بتاعتي، يا رب تعجبك. حاجة كده تدفي الاولاد في الشتاء، من الاكلات الشتوية الحلوة. وجوز الهند هنا حلو، عايزين عارفين طبعا ان هو مفيد، وكمان بيديها طعم حلو قوي. هنحطها في الاطباق بتاعتنا واوريكي شكلها في الاخر عامله ازاي. خلاص هي كده متظبطه وفيها السكر بتاعها، فيها كل حاجه. زي ما شايفين كده. يلا بقى قومي تشجعي واعمليها لاولادك، الجو ساقع دلوقتي، اعمليها ليهم يتدفوا بدل ما ياكلوا حلويات من بره. انا عندي تاني كمان شويه جوز هند، قلت احطهم كده على الوش. اللي بياكل يبقى عارف ان هي جواها جوز هند. حط اللايك لو لسه ما حطيتش اللايك، وقولي لي رايك ايه، بتعمليها بالطريقه دي ولا لا. اوعي تنسي ان هي بتستوي الاول في الميه، لازم الميه الاول وبعد كده احط اللبن. كده خلاص وصلنا لاخر الفيديو، يا رب الوصفه تعجبك. وحط اللايك واشتركي معايا في القناه وتشجعي كده، وقومي اعمليها لاولادك. وحاجه مش مكلفه خالص. زي ما انت شايفه كده شكلها حلو قوي وطعمها جميل. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.